السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ ولا. النهاردة إن شاء الله مطبخنا هنعمل لكم القرص الطرية، جميلة جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، عايزة اوريكم شكلها الوش والظهر بتاعها، ومستوية وجميلة جدا، وإن شاء الله جميلة وتحفة، ونقدر نفطر بيها الصبح جنب كوباية الشاي بحليب. يلا نروح مع بعض للطريقة والمقادير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. أنا عندي كيلو من الدقيق، نزلت عليهم برشة من الملح، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبعد كده هنزل عليهم بالمعلقة ونص من الخميرة، وبعد كده هنزل بالمعلقتين من السكر، معلقتين كبار. وكل حاجة ان شاء الله اكتبها لكم في صندوق الوصف كل المقادير. هقلب كده المكونات الجافة مع بعضيها، وبعد كده هنزل بالسمنة. عندي هنا كوباية وربع من السمنة، انا هنا مستخدمة السمنة البلدي، انتوا عندكم اي نوع من السمنة استخدموه عادي جدا، مفيش مشكلة خالص. هبس كويس جدا، مرحلة البس مهمة جدا، اي حاجة فيها سمنة لازم نبسها كويس جدا. هكمل بس، وبعد كده بعد ما خلصت البس هنزل بعد كده بكوباية من الزبادي. انا هنا هعجن بالزبادي وهعجن بالحليب. طبعا ممكن نعجنها بالحليب وممكن نعجنها باللبن الرايب، وانا نزلت هنا بالحليب الدافي، وممكن نعجنها بالحليب بس ويكون الحليب دافي. طبعا اللبن الرايب ده ممكن نجيب اللبن ونسيبه بره التلاجة، ويبقى عندنا لبن رايب بكل سهولة ونقدر نعجن بيه القرص. هكمل عجن بقى القرص بالشكل ده، هعجنها لمدة دقيقة او دقيقتين، وبعد كده اسيبها تخمر، وبعد ما تخمر نشوفها مع بعض. ده شكلها بعد ما خمرت. هنبدأ نشكلها بقى ونشوف هنعمل ايه. هبدأ اخدها بقى واشكلها واحدة واحدة، اخد كورة كورة طبعا، ونحاول على قد ما نقدر ناخد، طبعا نخليهم كلهم احجام متساوية مع بعضيها، بتفرق جدا في الشكل. بعد كده بيكون القرص كلها حجم متساوي على قد ما نقدر ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا حطيت الخميره في الاول، طبعا انا عملت لها، انا متاكده منها، من انتوا مش متاكدين منها ممكن تاخدوا الخميره والسكر على جنب في ربع كوبايه ميه من الدافيه، وتقلبوهم وتسيبوهم على جنب تعملوا تيست للخميره. متاكدين زيي ممكن تحطوا الخميره زي ما انا حطيتها بكل سهوله. طريقه العجن مش صعبه خالص ان شاء الله، وهتدينا النتيجه روعه باذن الله. ببدأ اكورها زي ما انتم شايفين بكل سهولة، واخلص باقي الكمية بالشكل ده. خلصت باقي الكمية بالشكل ده، جبت عندي الصينية اللي احطها في الفرن عندي. طبعا اهم حاجة نمسح الاول الصينية بمسحة من الزيت، وبعد كده ابدأ افرد قدامكم زي ما انتم شايفين القرص اهو بكل سهولة بتتفرد اهي. طبعا لسه هنخمرها تاني، بعد ما نفردها هنخمرها تاني. هبدأ جبت الشوكة وبعملها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده بالشوكة، بخرمها كده واسيبها تخمر تاني قبل ما ادخلها الفرن. هخلص بالشكل ده كله كده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم انها تدخل الفرن على درجه حراره 200، عندنا شغال فوق وتحت، يبقى نشغل فوق بالراحه خالص على الهادي. وطبعا ده بالشكل ده، ما عندناش شغال تحت وفوق، طبعا هنشغل تحت وبعد كده نشغل فوق، وهتخش الفرن زي ما قلت لكم. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. عايزه اقول لكم ملحوظه مهمه جدا، بعد ما تخرج القرص من الفرن ضروري جدا ان احنا نغطيها. وده شكلها ما شاء الله عليها جميله، بالهنا والشفا. انا عليا القرص وانت عليكم الشاي بحليب. ولو عجبكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي على اليوتيوب، وان شاء الله استنوا فيديو جديد.